كنا واقفين في الفصل اللي فات على ما واحدة سألت شو إنين انت ساكتة ليه، وبتقول لهم هنا شو إنين استمعوا إلي جميعا لثانية واحدة، لا داعي لإضاعة الوقت على هذا الشيء الصغير. وبتقول لهم إليك التالي، اليوم ستولوه فوان، وغدا شاوي، وفي اليوم التالي تشينجين. بيقعدوا يقولوا بصراحة مقالته شو إن يبدو معقولا، لكن هناك شيء غريب. وحد تاني بيقول لماذا تتصرف كأنها المديرة وتضع الخطة دون أن تنفق سنت واحد بنفسها. بتكون هنا بطلتنا بتتابع السوشيال، ناس بتكون بتقول إنها مجرد وجبة غداء واحدة، لماذا يتقاتلون كما لو أنها مسألة حياة أو موت. بيقولوا فريق شوئينين ولينجين هادئ جدا، أجواء مليارديرية تماما. وحد تاني بيقول كده لازم يكون القائد هادي وثابت غير مغرور، لابد أن شوئينين هي مدير تنفيذي غامض. وحد تاني بيقول اعتقد تماما ان شو إينين ولينجين من نخب المليارديرات الحقيقيين، شخصيات كبيرة حقيقية. وبتفكر هنا بطلتنا وبتقول يبدو ان العمل يسير على ما يرام المرة دي، حان الوقت لضرب الحديد وهو ساخن وتأجيل الامور اكتر. بتيجي هنا فوان وبتقول انتم جميعا تتسولون منا مقابل 3 وجبات، مش كده؟ انتوا عاوزين تاكلوا بالمجان. لكن بطلتنا بتقولها الأمر بسيط دلوقتي، لقد أصررتم جميعا، ليس الأمر وكأننا أردنا الطعام المجاني. وبتقول لها وهل نحن حقا من النوع اللي بيهتم بتكلفة 3 وجبات؟ ترد عليها فوان وبتقول لها مين يعرف. قامت راحة قايله لها بطلتنا إذا كنتي مش عاوزة تدفعي قولي وأنا هدفع ده. بيكون الكل بيرد وبيقول مستحيل احنا هندفع. يفكروا في ان احنا جميعا هنا بنتباهى بثروتنا، ازاي ممكن ان احنا نمنح للاتنين دول فرصة للتباهي بها. وبتكون فوان واخوها متضايقين جدا. يطلع واحد وبيقول خلونا نعمل ما اقترحته شو إينين لنتناوب على الطعام. طول بطلتنا انتهى الامر، تم تجنب الازمه اخيرا. وبطلنا بيقول لم اتوقع منها ان تحل كل شيء بنفسها، لم تكن تخطط حتى لتطلب المساعده مني. بيجي الزوج الاول وهو بيقول ركوب الدراجات الى هناك سيأخذ وقت ضخم، هل تريد الركوب معنا؟ بتقول بطلتنا شكرا هيكون ده رائع. وبيكون تفكيرها مين هيركب دراجة رديئة لما تكون هناك سيارة رولز لويس، وبتركب معاهم وبتكون مبهورة. وبتقول في الواقع دي أول مرة أركب عربية زي دي. وبتقول يجب أن أقول إنها حقا أموال منفقة بشكل جيد، هي أكتر راحة بكتير من السيارة العادية. لكن سرعان ما بتبص للبطل وبتحاول تقلده، وبتقول أنا بحاجة إلى أن أبقى هادئة أيضا، أنا ملياردير الآن، لا أستطيع أن أبدو كأنني لم أرى رفاهية من قبل. بيكون الزوج الأول بيقول بصراحة أنا حاسس إن أنا السواق اللي بيقود للسيد الشاب والآنسة. الناس بيكون تعليقاتها لماذا يبدو شوين ولينجين كزوجين إلى حد ما، حتى طريقة جلوسهم متطابقة جدا، يبدو كأنهما جاء من نفس القالب. وحد تاني بيقول أيوة أنا كمان حاسس بده، سمعت أن مطعم ياباني يكلف أكتر من 10,000 للشخص الواحد، يا له من مكان فاخر. نرى من سيخطئ ويكشف هويته الحقيقية. بالفعل بيوصلوا وبيقدم مشروب ليها وبتقوله شكرا. هو بتقول بطلتنا كما هو متوقع من شريكي لقد أتقن الأمر تماما، لم يعيقني على الإطلاق. وبيكون بيتساءل إذا كنت تعرف تقطع شرايح اللحم ولا لأ، وهي بتبصله وبتقول إن هو بيمثل بشكل رائع. بيفكر هنا وبيقول أيوة أكيد، هي بتطلب المساعدة مني. بياخد منها الطبق وبيبدأ يقطعه هو وبيعطيها طبق. يكون الناس بيقولوا الاتنين دول يخفيان شيء ما بالتأكيد، يأكلان فقط يحدقان ببعض. الجميع يعلم أن الصديق هو العذر السائد، إذا لم يكن هناك شيء بينهما فسأقوم بضرب نفسي. وحد التاني بيقول كلاهما مليارديران، إنه توافق فاخر. طبعا بتكون فوان متضايقة جدا وبتقول البث المباشر بأكمله بيركز على الاتنين دول، لازم ان انا افصل بينهم بطريقة ما. وبتبدأ تتكلم وبتقول ييلان تلك القلادة المرصعة بالأحجار الكريمة، هل هي الجديدة من علامة تجارية ايه؟ وبتقول لها انها رائعة جدا، لم استطيع حتى الحصول على حجز، انا مستاء للغاية. ترد عليها وتقول لها فوان حقيبتك هي الإصدار المحدود من الماركة دي، أليس كذلك؟ لم أستطيع أيضا شراءه. بترد عليها وبتقول لها أعتقد إن احنا عندنا ذوق متشابه، أنا أيضا أحب أسلوب تصميم غويري. وبتبص لبطلتنا وبتقول لها ماذا عنك يا شوين؟ ما هي ماركة ملابسك؟ تبدو جميلة جدا. بتقول لها هنا بطلتنا أفضل بعض علاماتنا التجارية المحلية المستقلة عن العلامات التجارية العالمية. وبتقول لها انها عصرية وأصلية بأسعار معقولة، لا أعتقد انها تخسر أمام العلامات التجارية الأجنبية الشهيرة على الإطلاق. وبتقول لها ما أرتديه الآن من علامات تجارية محلية صغيرة ليس باهظة الزمن. وبتقول لها إذا عجبك يمكن انت تعثري عليه من على النت. بتقول تمام، كنت عارفة ده، مساكين الآن لن يصدق مستخدمو الإنترنت أن الشيوعيين غنية بالفعل، مش كده؟ وبتبدأ تبص على النت
واللي بتتفاجئ منه جدا. بتلاقي التعليقات دي عليه شخص ثري جدا، لكنه لا يزال يدعم العلامات التجارية المحلية. وحد تاني بيقول شوين تتحدث نيابة عني، ما بال هؤلاء معجبين بالعلامات الأجنبية جدا سواء كانوا أغنياء أم لا، فأصوت لفريقهم مهما حصل. كله بيقول إنه بيدعم فريق شوين. وبتقول لماذا يمدحها الجميع، وبتبدأ تتعصب جدا، بتخرج عن شعورها وبتقول لها ايه اللي انت بتتظاهري من أجله بحق الجحيم. وبتقول لها بصي ليكي رخيصة ومزيفة، وممكن لأي شخص ان هو يقول ان انتي مش كده، مش غنية يعني، لكن هنا بطلنا بيقول لها ساعة اخيكي هي المزيفة الحقيقية. طبعا بتعصبه جدا. بطلتنا بتقول هو بيدافع عني ولا ايه، وبتكون مبسوطة ومبهرة في نفس الوقت. فوان بتقول لا تتكلم بهراء، هل لديك دليل؟ بيقول لها تحققي بنفسك لما تعودي للبراند هتعرفي اكيد مش كده. وبيقول لها يمكنك التحقيق الان، دع الجميع يرون معا حقيقيا ام لا. بتقول له هنا تمام، اذا كانت الساعة حقيقية هنتظر بس اعتذار منك. بيكون هنا تعليقات الناس. السيد الشاب لين يضرب مرة اخرى بكلمة قوية، تم الكشف تماما عن اشقاء فو الذين يتظاهرون بالثراء، ده مش هينفع، لقد طردوا من اليوم الاول. وبيقولوا فو يو وفو وان كلاهما مذنبان لدرجة انهما لا يجرؤان على الرد، الاتنين بالتأكيد ليسوا اغنياء. كدت ان اخدع من تظاهر فوان بانها سيدة غنية. ان الزوج اللي هيدفع الفاتورة بينادي عن نادل، بيقول له قال رئيسنا إن هذه الطاولة مخصصة للضيوف المهمين للغاية، وعلينا تلبية جميع احتياجاتهم وهي مجانية. بيقوله بجد قال رئيسك كده؟ هل أنا ضيف مهم جدا عنده؟ وبيقوله إن هو متأثر جدا وبيكون مبسوط. بتقول هنا بطلتنا يبدو أن تشين جين هذا لديه شيء ما حقا. بيقول لها بطلنا لا هو عادي. بيكون الناس بيقولوا لابد أن تشين جين هو الملياردير الحقيقي، انظر فقط إلى تلك العلاقات إنها بالتأكيد ليست عادية. بيكون الناس يعني مبهورين برضو بيه وبالفلوس اللي هو ما دفعهاش اصلا وبعلاقاته الواسعة. في فترة ما بعد الظهر عاد الجميع الى الفيلا للقيام بانشطة حرة. بتقول بطلتنا الطعام الغربي يحتوي على صحن صغير جدا، انا فعلا جعانة مرة اخرى. وبتقول عشان كده لما قال البرنامج اننا نتولى وجبات الافطار والغداء والعشاء بانفسنا، كانوا يقصدون اننا نطبخ حرفيا وما نخرجش ونتفاخر او ندلل الناس. وبتقول الطبق اللي يمكنني إعداده لإظهار مذاق هاني. بيجي عليها البطل وبيقول بتختاري مكونات من التلاجة، بتبصله برومانسية كده وبتبدأ تكح، وبتقول مع مكانتي أي نوع من المكونات اللي ممكن يناسبني. وبيقول لها طالما عجبك حاجة فمفيش داعي للاهتمام بالآخرين. بيقول لها انت رائعة بالفعل. بتفكر هنا بطلتنا وبتقول ما قاله لين جين يبدو حقا كشيء سيكون شخص ساري، أحتاج إلى معرفة المزيد. وبتقول لعشاء قريب من الأفضل أن آكل قطعة من الكعك عشان تساعدني. يجي حد بيقول هل قام فريق الإنتاج بالفعل بإعداد كل هذه الكمية من الطعام؟ لكن البنت اللي معاه بتقول له هو احنا علينا ان احنا نطهب نفسنا، احنا عاوزين نخرج بره. بتقول تناول كميات أقل من الطعام الموجود في الخارج إنه غير صحي. والناس بتقول يبدو أنه كلما زاد ثراء الشخص زاد اهتمامه بجودة الحياة. بيوافقها هنا الرأي. يجي الزوج بتبص لزوجها وبتقول له لكن عائلتنا كانت لديها خادمات للطبخ. وبتسأل اللي معاها إذا كان يقدر إن هو يطبخ. بيقول لها تمام، أنا بوافقك الرأي، يوجد في منزلنا طهاة غربيون وصينيون. بالكاد وطأت قدمي في المطبخ. بيقول واحد من الأزواج التانيين الأمر نفسه هنا، لدينا عمة تطبخ، أنا وأختي نأكل فقط ما يقدم. بيكون تفكير بطلتنا بتقول اعترف بده، أنا بشعر بالغيرة. وبتقول هنا إذن الجميع متشابهون، ماذا بعد؟ بتبصلها هنا البنت وبتقول لها هل يجيد صديقك لين جين الطبخ؟ بتقول لها هو إنه مجرد سيد شاب ساري عاطل عن العمل، لا يصلح لشيء، يأكل ويتكاسل، كيف له أن يعرف الطبخ؟ بتخبط فيه جامد على إنه يعني حد كسول ومش بيعرف يعمل أي حاجة بما إنه غني وقاعد في البيت. تقول لها مع ذلك لا يبدو كشخص كسول أبدا. كالعادة تعليقات الناس إن هما بيتباهوا بمشاكل الأغنياء، وإن شويين تنظر بازدراء إلى لين جين عجب أنهم مجرد أصدقاء. وبتقول لقد كبر ومع ذلك لا يزال كسول وعشوائي غير موثوق به على الإطلاق. عدم إعجاب شويين به أمر طبيعي. بيكونوا بيتكلموا عن بطلنا بشكل مش كويس بسبب إن شويين قالت إن هو كسول ومدلل. يجي زوج من الأزواج بيقول لازم إن أنا أسأل فوان إذن. بيتنقل بينا المشهد لفوان اللي بتقول أنفقت 400,000 يوان على تلك الساعة وهي مزيفة، من الأفضل أن تقدم لي تفسيرا وإلا سأقاضيك حتى تخسر كل شيء. بيقرب منها أخوها وبيسألها إذا كانت تقدر تطبخ، وبيقول لها وجدنا الكثير من المكونات في المطبخ لكن مفيش حد مننا يقدر إن هو يطبخ. بتقول أنا وأخي لا نستطيع في هذه الحالة، دعونا نطبخ لأنفسنا فقط لا نسمم الآخرين. وبيقول فعلا ده صحيح.
وناس هنا بتعلق على ساعة فوان وفيون، بيقولوا هم اشتروا فعلا ساعة مزيفة، من يدري ربما دبرت فوان الأمر بنفسها لتخدع الجميع. ففي النهاية لا يزال أمامها 4 أيام ستحاول بالتأكيد إنقاذ صورتها الغنية. وجماعة في وقت العشاء اجتمع الضيوف جميعا في المطبخ الطابق الأول، بيحدوا في المكونات بغير فهم. بتكون بطلتنا بتقول إذا طبخت كويس جدا هل سأفجر خداعي؟ بيقول لها بطلنا ما زلت لا تستطيعين اختيار مكونات ومترددة جدا. الناس بتقول ها هو السيد الشاب العاطل عديم الفايدة، ظننت ان السيد الشاب لين هينتظر حتى تنتهي شوين من الطبخ وبعد كده يجي. وبيبص هنا وبيقول لها انت عاوزة بتنجان؟ بتفكر بطلتنا وبتقول ربما ما يعرفش لين جيم ان الجميع دلوقتي عارف ان هو كسول وكل ما بيعرفش يطبخ، والاهم من ده ما عندوش اي فكرة عن شخصيته الجديدة كوارث سري مدلل، لانه ما كانش موجود وقت ما قالت عنه ده. بيسألها هنا ايه الخطب، انت ما بتثقيش فيا، انا ممكن اطبخ انا. بتقول لماذا اقترب مني فجأة بالشكل ده؟ بيقول لها اتركي الامر لي، معي هنا لا مشكلة. لكن هنا ما بترضاش وبتقول له اريد ان اجرب ماذا يحدث، لماذا بدأ قلبي ينبض بسرعة، لابد ان السبب هو التوتر وخوفي من كشف امري. فجأة انتابني شعور سيء. بيقرب منها وبيقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده، انت بتجري جراحة تنظيرية على الباذنجان؟ بتقول له اخشى ان اجرح يدي، وبتفكر في انها بتتظاهر انها مبتدئة في الوقت الامر سهل جدا. بتصل الشيف شا وبتقول له كيف اشعل الموقد، بتتظاهر يعني انها متعرفش. بيقول لها لفي اليسار، وبيقول قلت للتو انني ما اقدرش ان انا اطبخ، ولكن بالمقارنة معها المبتدئة في المطبخ هل انا ماهر قليلا؟ والناس بيقعدوا يضحكوا على بطلتنا وبيسألوا هي فعلا أول مرة تدخل المطبخ بالمقارنة مع شوين، فهو ماهر جدا. بيقرب منها بطلنا وبيقول لها هو من ممكن وضع الخضروات أولا ثم وضع الملح؟ بتقوله ده صحيح، ما يهمش سواء وضعته أولا أم لا، فهو كله في الوعاء الواحد على أي حال. هو بيقرب منها تاني وبيقول لها خلينا نتولى الأمر. بتقوله ثق بي، سأقدم لك أشهى وجبة تناولتها في حياتك. بيقول لها أعتقد إنها تكون آخر وجبة في حياتي. بتقول يحتاج الأصدقاء للثقة ببعضهم البعض. بيقول لها تمام، أنتي من تطبخين خلاص. الناس بتكون بتضحك عليهم وبيقولوا هذا اثنان يقتلون حقا، وبيكونوا مقتنعين إن هي فعلا ما بتجيش الطبخ، وان بطلنا فعلا بيبص بصة مدللة جدا. من الافضل ان هم يبقوا الامر في العائلة. يبدأوا فعلا يخلصوا الاكل. الزوج الاول بيخلص الاكل وبتدوق البنت اللي معاه وبتقول له اي انت مذهل اول مرة ونجحت. يقول لها لا شيء، انا فقط التقطت الاشياء بسرعة وبدأت اشتغل. والناس بتكون بتقول ليس بالضرورة، ربما هو مجرد رجل ساري رأى الكثير، من الطبيعي ان يبقى هادئا في مكان صغير مثل المطبخ. الزوج التاني بيبدأوا ياكلوا واللي بيقول اعتقد انه خطأ التوابل، مش كده واضح ان الاكل بيكون وحش جدا. بطلتنا بتكون جايبة الطبق اللي بيكون شكله مش حلو ابدا، وبيقول بطلنا يبدو انه صالح للاكل، على الاقل ان هو مطبوخ. بتقول له جربه. بدأ ياكل وبيفكر في ان الطعم في الواقع كويس جدا. بتفكر بطلتنا بيقول لقد جعلته يبدو سيئا عن قصد، فقط تم التحكم في الطعم بعناية. بيقرب منه زوج من الازواج وبيقول له هو الطبق ده صالح للاكل فعلا؟ بيقول له تمام. بيقول له دعني اجرب. بطلنا هنا بيشكر بطلتنا على عملها الجاد وبيبدا ياكل، وبيبداوا ياكلوا فعلا. وبيكون متغاظ الزوج التاني وبيقول كيف ممكن هو يكون الطعم جيد بالشكل ده، هو بيدللها اكيد. بتقرب منه اللي معاه وبتقوله تناول كرنبك بدلا من ان تنظر الى الاخرين. بيقولها تمام. بيقولها الطبق لذيذ فعلا لكنه مبذر بعض الشيء، وبيسألها اذا كان الكرنب ده مزروع بالملح. مساعد المخرج بيجي وبيقول يوم اول من التسجيل على وشك الانتهاء، في نهاية حلقة اليوم سنفتح قناة التصويت لليوم الاول. وبيقول تفرحوش جدا لو كنت في المركز الاول اليوم، لان الاصوات الغد قد تضعك في المركز الاخير بعد كده. بتقول فوان هل تقصد ان هناك تصويت كل يوم؟ هو علنيا بيقول لها ايوه، هيشوف الجميع تصنيفهم في الوقت الفعلي كل يوم، وسيتم اجراء التصويت النهائي الذي يحدد الفائز في اخر يوم من التسجيل. بتقول بطلتنا ارقام، مش هيكون الفوز ب1,000,000 سهل ابدا، اليوم كان مجرد احماء، العرض الحقيقي آدم. بيقول مساعد المخرج مشاهدينا الاعزاء هل انتم مستعدون؟ يمكننا الان التصويت للملياردير الذي في قلبك. يكون كل الازواج متوترين وبتفكر هنا اي زوج هيكون هو رقم 1 اليوم. بيقول لها ايه الخط، بنت متوترة تبدأ تتوتر تاني مجرد ما يقرب منها. لكن بيعلنوا بيقولوا في المركز الاول حاليا هو شو إينين ولين جين، المركز التاني تشين شونان وتشين جين، والمركز التالت شاوي ويلان، المركز الرابع فوان وفويو.
بتقول بطلتنا بالتأكيد الحصول على المركز الأول شعور رائع، لكن المجموعات الثلاثة الأخرى بالتأكيد مش هتتخلى عنه. وبتقول ده مش تصويت عام، إنها طريقة عامة لاكتساب الأعداء. وبتقول في النهاية يحصل المركز الأول على 1,000,000 نقدا من لا يجن من أجل ذلك. وبتقول فريق الإنتاج قاسي للغاية، لكن لا يزال علي أن أؤدي دوري. وبتبدأ تتكلم وبتقول بجدية لقد اكتشفوا ذلك بسرعة كبيرة، ممل جدا. وبيقول جين لين أجل لا يوجد أي تشويق على الإطلاق. بيبدأ الناس يقولوا لماذا أشعر أن هذين الشخصين يقولان المال لا بأس، مش ممكن، يلا هي حاجة جاية من السكة خلاص. حد تاني بيقول كما هو متوقع من الأغنياء حتى بعد حصولهم على المركز الأول يمكنهم البقاء هادئين جدا. بيقول مساعد المخرج لقد تأخر الوقت، هذا كل شيء للتصوير اليوم، نراكم غدا. وبيقولوا لنذهب الوقت حان وقت الراحة. بتقرب هنا من بطلنا وبتقوله احنا نجحنا اليوم. بيقول لها هنا البطل ما تحمسيش كثيرا، غدا سيحاولون بالتأكيد إقناع الجميع بأننا أغنياء مزيفون. بتقول هنا لين جين محق المجموعات الثلاثة الأخرى بالتأكيد لن تقف مكتوفة أيدي وتشاهدنا النفوذ من المركز الأول، لكن لا يمكن فقدان الروح المعنوية. وبتقول له أنت تعرف ما هو الشيء الرئيسي البقاء على قيد الحياة في عالم فنون القتال؟ بيسألها وبيقولها الفروسية. بتقول له لا، إنه الجلد السميك. وبتقول له هل أنا سأخاف وأنا شخص حافي القدمين ممن يرتدون الأحذية؟ أجرؤ على حضور هذا العرض دون إنفاق أي أموال لمنافستهم في الثروة. هل تعتقد إن أنا شخص عادي؟ وبتقول له عشان كده عليك إن أنت تحافظ على ثقتك بيه، سنفوز ب1,000,000 نقدا أكيد. وبتقول له لقد قمت بعمل جيد جدا اليوم، وهذا أمر مثير للإعجاب. يكون هنا ما بيردش عليها، بتفكر بتقول هو ما بيردش ليه؟ هل لأننا لم نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة؟ وبتقول لا، ممكن لأننا شركاء فعلينا بناء علاقة جيدة، بالطريقة دي هيكون عملنا الجماعي أفضل وهتكون فرصنا في الفوز أعلى. بتقول له احنا شركاء رائعون، لقد أثنيت عليك للتو، ألا تريد أن تثني علي؟ وبتقول له ما رأيك في أداء اليوم؟ هل هناك أي مجال للتحسين؟ بيكون هنا متوتر جدا. وبتقول له انت ليه ما بتقولش أي حاجة؟ بيبص لها وبيضحك. وبتقول أول مرة أراه بيبتسم كده، يبدو إن هو وسيم نوعا ما. وبيقول لها لم يكن طبخك سيء، لكن لا تكرري ذلك مرة أخرى. بتقول لم يكن سيء ليس لطيف على الإطلاق. إيه التعليق اللي هو قاله ده؟ وقول لها هتأخر الوقت، أنا هطلع للطابق اللي فوق علشان أرتاح. بتقول له تمام استنى، أنا كمان هروح، هنتمشى سوا. وهم طالعين بيقف فجأة. بتقول له أنت وقفت ليه؟ بيقول لها بصي من هنا. بتقول لي لان إيه اللي أنت بتعمليه هنا؟ بتقول لهم أرسل لي شاويل رسالة نصية يقول فيها أنه لا يستطيع النوم، عشان كده ربما لم يعتد على المكان الجديد، أنا هروح له. بتقول لها تمام أنا فهمت الأمر، من الأفضل أن تذهبي، فهو أكيد في انتظارك. بتقرب من بطلنا بتقول له لين بص، هل ستتمكن من النوم الليلة ولا هتحتاجني؟ إن أنا ما بيكملش كلامها وهنا بيقطعها. بتقول لها أنت عارفة إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ تقريبا بطلنا بيكون فهمها غلط. وهنا يا سادة بيخلص فصلنا. يا ترى هي هتكون قصدها ايه الفصل الجاي، وايه اللي هيعملوه؟ يا ترى هيتكشفوا ولا ايه؟ واليوم التاني هيكون التصويت في صالحهم برضو ولا هم هينجحوا في ان هم يوقعوا؟ ده اللي هنعرفه من خلال الفصل الجاي. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتسيبوا رأيكم في القصة تحت في الكومنتات عشان اعرف اذا حابين هكمل فيها ولا افكس لها ونشوف غيرها. يلا اللقاء في الفصل القادم او القصة الجاية.